دول لزقوا. حد يصدق ده ان ده بسكوت؟ دي بسكوت. عملنا سويس رول من البسكوت. بسكوت ازاي نرميه حولناه لكده وطعمه تحفه. بصوا الجمال، بصوا قد ايه تحفه النتيجه، تحفه. نفسك تعملي حاجه حلوه من غير ما تقفي في المطبخ كتير ومن غير ما الحاجه الحلوه اللي هتعمليها تبوظ منك، جربي اعملي السويس رول بالطريقه دي، تحفه. ما تيجوا نشوف السويس رول ده اتعمل ازاي. يلا بينا. معانا بسكوت. انا شخصيا استعملت بسكوت لوكس ساده، تقدري تجيبي نوع احسن من كده ماشي، تقدري تجيبي نوع زي ده ماشي، عندك نوع افضل من يعني وارخص من ده مفيش مشكله، بس انا حسيت ان لوكس يعني لحد ما سعره كويس وهنعمل حاجه حلوه مش مكلفه. هجيبه طبعا. انا جبت علبه بس ولادي بالهنا والشفا اخدوا منها 4 بواكي، فاستعملت الباقي عملت بيه السويس رول اللي حضراتكم شفتوه ده. تقدري تجيبي اكتر من علبه طبعا، ده يرجع ليكي. هاخده افرمه كويس في اي حاجه، تقدري تفرميه في مطحنه الخلاط. في حاجه حابه اقولها، تقدري تجيبي لو انت مش حابه البسكوت الساده تقدري تجيبي بسكوت بالشوكولاته. انا طبعا جونير قالت لي يا مامي لا انا عايزه سويس رول بالشوكولاته، فطبعا جبت معلقتين كاكاو ضفتهم على كميه البسكوت. تقدري طبعا تزودي الكميه زي ما قلت لك براحتك، تقدري تجيبي بسكوت بالشوكولاته ماشي، جبتي بسكوت ساده زي كده تقدري تحطي اي نوع كاكاو، مش شرط كاكاو مسكر، كاكاو خام، اي نوع كاكاو. انا طبعا عايزه اعمله عجينه، فهجيب ربع كوبايه من اللبن، تقدري تشيلي اللبن وتحطي بدلها ميه، مش هيحصل اي حاجه ومش بيفرق في الوصفه خالص. هعملها اخليها عجينه، يعني انا عايزاها عجينه. خلاص كده بقت عجينه، هبتدي المها كلها كويس. هجيب الاول كيس من اكياس التلاجة اقطعه وافرده، وعشان هحاول على قد ما اقدر اعملها سويس رول مظبوطه. يعني بصوا انا بوريكم شكلها بقت عجينه ازاي. حاولي كده اكبسيها كده بحيث تبقى ايه، مفيش مش واخده فراغات هوا. على قد ما تقدري اعمليها رول. هنلفها بالمنظر ده كده ونسويها بايدينا، يعني سويها، يعني حاولي على قد ما تقدري تخليها متساويه. زياده امان جبت ورقه زبده ولفتها فيها من هنا ومن هنا، وهشيلها في الفريزر نص ساعه. مفيش ورقه زبده عندك تقدري تجيبي اي ورقه كراسه من كراسات ولادك القديمه بتاعت السنه اللي فاتت، ورقه كراسه رسم، اي حاجه، احنا هنلفها بس. معانا قالب شوكولاته، انا مستخدمه شوكولاته دريم، جبت قالب عملت له حمام بخار على البوتاجاز، جبت حله حطيت فيها ميه، الميه غليت، جبت طبق تاني حطيت فيه الشوكولاته، وهو ده حمام البخار اللي بعمله للشوكولاته. او لو عندك ميكروويف تقدري تدخليها، بس حطي معلقتين زيت على الشوكولاته هي بتسيح. بعد النص ساعه خرج السويس رول من الفريزر، كان جمد وكان حلو جدا. ببتدي انزل عليه بالصوص الشوكولاته اللي احنا سيحناه مع بعضينا، وبعد كده ببتدي ازين بيه الشكل، وهقطعها بقى على حسب انت حابه قطعه كبيره، حباها صغنونه، حابه تعمليها زي مفيش. طبعا ده بيرجع ليك انت، دي حاجتك وانت حره فيها، قطعي التقطيعه اللي انت تحبيها. وكان شكله تحفه، طعمه كان حلو جدا جدا. عايزه اقول لكم جوزي وبنتي جم ياكلوا، مامي ده ايه، مامي ده ايه، لما قلت لهم ان هما بسكوت صدقوش، قالوا لي معقول بسكوت طعمه تحفه. طبعا كان عندي كرات الشوكولاته دي في التلاجة زي انتي بقى كده، بس انا بزين عشان المنظر والتصوير واشجعكم ان انتوا نفسكم تتفتحوا تقوموا تعملوا الحاجه. لكن لو ما عندكيش الكرات الصغنونه دهيت مش مشكله، مش بتفرق في الوصفه اي حاجه خالص. زي ما بقول لكم ده بس ديكور علشان خاطر التصوير مش اكتر. لكن لو انا شخصيا هعمله ليا انا هعمله كده اقطع اي تقطيع عشوائي وخلاص، المهم ان انا عملت حاجه حلوه. الا بقى اذا لو جايلك ضيف وحابه تعملي حاجه حلوه فطبعا هتجيبي وهتكلفي الحاجه، هو مش غالي. انا جايبه يعني كيس عند محل مستلزمات الحلواني ب 15 جنيه. شفتم طريقه السويس رول؟ ابسط واسهل واوفر طريقه هتعملي بيها سويس رول. تعالي كده نتكلم انا وانتي ست لست. هتخشي اي محل حلويات هتجيبي دستة جاتوه بكام؟ هتجيبي واحده سويس رول بكام؟ قولي لي بكام. انا فعلا حقيقي مش بشتري حلويات من الشارع بجد، فقولوا لي لو هنشتري سويس رول هنشتريه بكام. انا جبت ارخص بسكوت موجود اللي هو بسكوت لوكس، ولو في ارخص من لوكس هاتي، مش بيفرق كتير خالص في الطعم. وزي ما حضرتك شفتي، زي ما حضرتك شفت في الفيديو، دي علبه بسكوت لوكس كانت عندي، اخدنا منها 4 بواكي، يعني مش علبه كمان كامله. عملت كميه البسكوت تقدري تقلليها، مش بيفرق كتير خالص في الوصفه. عملنا حاجه سهله وبسيطه ورخيصه. في تعليق بس كنت حابه ارد عليه، في كيكه كنت منزلاها من كام يوم، اللي هي الكيك اللي بالشوكولاته والبسكوت،
في احد المتابعين كتب لي يا نرمين الوصفه غاليه. تعالي انا وانت كده نتكلم. انا لو هجيب صينيه، هجيب جاتوه من اي محل حلويات، ارخص دسه جاتوه هتجيبوها بكام؟ اكيد 100 وانت طالعه. تمام. انا جبت علبه بسكوت لوكس. هي بسكوت لوكس بكام يا مايفر؟ كيس ب4 جنيه تقريبا. الكيس ب4 جنيه. طيب يعني قولي العلبه ب50 جنيه. 50 جنيه هتجيبي بار شوكولاته ب30 جنيه، ادي 80 جنيه بس. تقدري تخففيه بلبن، تقدري تخففيه بميه، تقدري تحطي زبده، تقدري تشيلي الزبده. في حاجات كتير في الوصفه مش شرط ان انت تحطيها. انا اذا كنت بحطها عشان تدي بس منظر جمالي، تدي لمعه، افتح نفسك واشجعك ان انت تخشي المطبخ وتعملي. لكن في حاجات كتير في الوصفه لو مش موجوده عندك تقدري تشيليها، ما بتفرقش خالص في الوصفه. زي النهارده مثلا الحاجات دي كانت عندي في التلاجة، هي مش اساسيه في الوصفه. عندي علبه بسكوت، الولاد طبعا رافضين ياكلوها كده، طب اعمل بيها ايه؟ شغلتها طبعا وعملت منها اجمل سويس رول، تحفه، طعمه حلو جدا. بصوا الشكل جميله. المدارس داخله على ابواب، ولادك جايين من المدرسه نفسهم ياكلوا حاجه حلوه وفي نفس الوقت نظيفه. مش هنكتب على بعضينا، مفيش بيت ما بيشتريش حلويات من الشارع، ايا كان صينيه بسبوسه، دسه جاتوه. اقول افك على نفسي انا والولاد النهارده اول الشهر وقبضه. اما انت بتمن دسه الجاتوه لو هتجيبيها ب 200 ولا ب 300 جنيه، خدي ال 300 جنيه، هاتي كام علبه بسكوت شيليهم في البيت، هاتي كام قالب شوكولاته شيليهم في البيت، وتقدري منهم تعملي اي حاجه. بجد نظافه وتوفير. انا بكرر للمره المليون، هو توفير. الجاتوه صينيه الكيك اللي انا كنت عاملاها من كام يوم ما كانش فيها حاجه عشان تبقى اوفر وغاليه، كان فيها بسكوت. كان ممكن بدل المهلبيه اعمل كاستر، بس انا طبعا ما رضيتش اعمل كاستر بحيث ما يبقاش غالي على حضراتكم. قلت لا خليها مهلبيه رخيصه، تقدري تشيلي اللبن وتقدري تحطي ميه، تقدري تحطي نص لبن وتقدري تحطي نص ميه. بس اللي عايز يعمل بيعمل يا جماعه. بلاش اكل الشارع، بلاش تستسهلي وتقولي لا انا هجيب اكل من الشارع وخلاص. لا، اكل البيت نظافه وتوفير توفير 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 للمره المليون. انا برضو هفضل ثابته عند رايي، توفير. لو جينا نجيب حاجه من الشارع مش هتطلع بالجمال ده والحلاوه دي. جربي واعملي. وطبعا نفسي لما تجربوا وتعملوا نزلوا تطبيقاتكم على البيج عندي على الفيسبوك، البيج اسمها بيت العيله واكلات نرمين. وطبعا اذا وصفه النهارده عجبتكم، وطبعا انا اسفه ان انا طبعا اتكلمت كده، بس انا مش بحب الناس الكسلانه. الحاجه مش غاليه، احنا اللي ساعات بنكسل. انا شخصيا واحده من ضمن الناس بكسل جدا اقوم اعمل الحاجه، بس صدقيني الكسل دوت ما بيجيش من وراه غير الاهمال. انما لما انا اتشجع وادخل مطبخي اعمل حاجه حلوه ليا ولولادي ياكلوها نظيفه، وهتبقى برضو توفير مش زي اللي هتجيبيه من الشارع خالص. هنلاقي مصروف البيت بتاعنا كفه، تاكلي لحمه وتاكلي فراخ وتاكلي كبده وتعملي حلويات من مصروف البيت. لكن لو قطمت 300 400 جنيه من مصروف البيت كل اول شهر، رحت جبت حلويات من اي محل حلويات، طبعا المصروف فيه كام؟ 300 400 جنيه. طب ما انا بال 300 400 جنيه دول هجيب فرختين، هجيب كيلو ونص لحمه، هيعملوا حاجات تانية كتير، وولادي هاكلهم حلويات برضو بس على قد ايدي. يا رب كلامي يكون خفيف على قلوبكم، يا رب اكون ما تكونش دمي تقيل ورخمه. واذا وصفه النهارده عجبتكم متنسوش تكتبوا لي ارائكم في التعليقات تحت الفيديو، واشوفكم في اكله جديده من بيت العيله واكلات نرمين. ولايك وشير. باي باي.